السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس أحمد من قناة تعلم معنا. وفي الفيديو ده إن شاء الله هنشرح ميزة تي بلس زيرو اللي انضافت لصندر حديثا. تمام، فكل المطلوب منك إنك تصلي على النبي وتركز معايا. أول حاجة، تي بلس زيرو دي مش هتفرق معاك وأنت بتشتري السهم. تمام، فهي مش هتفرق معاك في أي حاجة. هتظهر معاك إمتى بقى؟ لما تيجي تبيع. تمام، فهتيجي على أي سهم أنت شاريه قبل كده وتضغط على كلمة بيع. وكمان الميزة دي مش هتظهر معاك غير عند سعر محدد، لما تيجي تبيع بسعر محدد. تمام، مش هتظهر معاك في الحاجات التانية دي. فهنيجي نضغط على سعر محدد. تمام، لو انت بقى جيت تبيع كده فهو تلقائي هيبيع لك الأسهم اللي انت اشتريتها من فترة، عدى عليها جلستين. تمام، يعني انت اشتريتها أكتر من يومين. تمام، فانت بقى لو انت اشتريت سهم وعاوز تبيعه في نفس الجلسة فهتيجي على متقدم دي. تمام، هتلاقي عندك 3 حاجات: تي بلس زيرو وتي بلس واحد وتي بلس تو. تمام، ايه بقى الفرق ما بينهم؟ لو انت مثلا اشتريت سهم من النهاردة وعاوز تبيعه النهاردة لازم اجباري عليك تضغط على تي بلس زيرو. تمام، قبل ما تيجي تبيع، ده اجباري. تمام، لو انت مثلا اشتريت سهم امبارح وعاوز تبيعه النهاردة لازم اجباري برضو تضغط على تي بلس وان. تمام، لو انت اشتريت سهم مثلا اول امبارح او مثلا معدي عليه شهرين او حاجة وعاوز تبيعه فلازم برضو اجباري تضغط على تي بلس تو. حلو كده. طيب يا باشمهندس احمد، لو انا مثلا اشتريت سهم النهارده وامبارح، اشتريت في نفس السهم ده النهارده وامبارح، اول امبارح، ونسيت انا شاري كام سهم النهارده وامبارح وكده، اعمل ايه؟ شفت كلمة ماكسيمم دي؟ تمام، لما تيجي على كلمة زيرو تي بلس وان وتضغط على كلمة ماكسيمم هيطلع لك عدد الاسهم اللي انت اشتريتها النهارده. تمام، وكذلك مع تي بلس وان وكذلك مع تي بلس تو. وفي حاجة لازم تعرفها، ان انت ما ينفعش تبيع الاسهم بتاعة النهاردة وامبارح مع بعض. لا، لازم دي في أمر مختلف عن دي في أمر لوحدها ودي في أمر لوحدها. تمام، في ميزة كمان بقى انضافت مع التحديث الأخير ده اللي هي ايه؟ الصلاحية. تعال نضغط عليها. هيجيب لك 3 حاجات: صالح لمدة يوم، وصالح حتى الإلغاء، وصالح حتى تاريخ معين. تمام، صالح لمدة يوم دي لو انت فعلتها زي ما هي متفعلة كده. تمام، واديت امر النهاردة والامر ما وصلش للسعر اللي انت عاوزه. تمام، والامر بتاعك ما تنفذش، فمجرد ما الجلسة دي تخلص الطلب ده هيتلغي ومش هيتنفذ تاني يوم لو هو وصل لنفس السعر. تمام، طيب لو انت اديته صالح حتى الالغاء هيفضل الامر بتاعك متعلق لحد ما يتنفذ. تمام، او انت تلغيه. تمام، ولو انت بقى اديته صالح حتى تاريخ معين بتحدد له انت تاريخ، وتقول له لو الطلب بتاعي ما تنفذش لحد التاريخ ده ما تنفذوش، هيتلغي لوحده. تمام، نيجي بقى نشوف ايه مميزات ان انت تبيع وتشتري في نفس الجلسة. تمام، هسيب لك رابط في وصف الفيديو بتاع دعم صندر، يبقى اضغط عليه عشان يفتح لك الشاشة اللي هتفتح معايا دلوقتي. اول ما تضغط على الرابط بتاع دعم صندر ده هيفتح لك الشاشة دي. تمام، احنا بس هجيلك على حتة معينة اللي هي الأسئلة الشائعة. هتيجي هنا مثلا في دي الحتة دي، هتلاقي بيقول لك: هل كل الأسهم يمكن بيعها في نفس الجلسة؟ في بعض الأسهم لا تقبل التداول في نفس الجلسة، يعني مينفعش تشتريها وتبيعها في نفس الجلسة، هي لا تقبل كده. تمام، فأنت عاوز تتأكد إن السهم اللي أنت هتشتريه ده بيقبل البيع والشراء في نفس الجلسة، فهتضغط على كلمة هنا دي. تمام، هيجيب لك كل الأسهم اللي أنت تقدر اللي لا تقبل التداول في نفس الجلسة. تمام، موجودة على موقع البورصة المصرية أهو، تقدر تجيبها حتى من على موقع البورصة المصرية. تمام، طيب انت خلاص اتأكدت ان السهم بتاعك بيقبل التداول في نفس الجلسة، تبيع وتشتري الأسهم كده براحتك؟ لا، كل انت ليك عدد معين من الأسهم تقدر تبيعه وتشتريه في نفس الجلسة. فهتعرفها ازاي دي؟ هتضغط على كلمة هنا دي. هو بيجيب لك اسم الشركة ويجيب لك كل شركة متاح فيها تبيع وتشتري كام سهم ليك لوحدك. تمام، طيب من ضمن المميزات برضو ان انت تبيع وتشتري في نفس الجلسة ان هي معلهاش ضريبة الدمغة. تمام، ضريبة الدمغة بتاعتك دي بتبقى نص جنيه في الألف. تمام، فالضريبة دي متشالة من على الأسهم اللي بنبيعها ونشتريها في نفس الجلسة. تمام، وكمان الأسهم دي معلهاش ضريبة أمين الحفظ. أي شركة وساطة ليها أمين حفظ، لا بنك كده بيبقى اسمه أمين الحفظ بتاعك. تمام، احنا بنستخدم شركة صندر. أمين الحفظ بتاعنا البنك الأهلي المتحد بياخد منك 5%
من قيمة التداول بتاعك في الأوردر بتاعك، تمام، من قيمة العملية بتاعتك. فكمان القيمة دي مش موجودة في الأسهم اللي انت بتقدر تتداول عليها في نفس الجلسة، أو اللي انت اشتريتها وبعتها في نفس الجلسة. تمام كده. طيب لو انت عاوز تعرف الضرايب اللي انت بتدفعها في البورصة المصرية، هتلاقيني حاطط لك في وصف الفيديو اللي انت بتتفرج عليه ده لينك الفيديو اللي بيشرح الضرايب اللي انت بتدفعها كلها. تمام. التداول في نفس الجلسة دي ميزة مهمة جدا، بتساعدك لو انت مثلا شفت ان السهم بتاعك بيخسر وحبيت تطلع منه بسرعة قبل ما يخسر كمية كبيرة. الميزة دي هتساعدك جدا في حاجة زي كده. تمام. لو في حد بيتفرج عليا وميعرفش ايه تطبيق صندر ده، هيلاقيني حاطط له لينك التطبيق في وصف الفيديو ده، لو حابب ينزله ويبص عليه. ولو انت بتتفرج عليا لحد دلوقتي فانت اكيد شايف ان الفيديو مفيد بالنسبة لك، فممكن تدعمني بلايك واشتراك في القناة لو حابب تعمل كده. وما تنساش تصلي على النبي قبل ما تقفل الفيديو. سلام.